السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أول درس من دروس السوليد برينسبل. النهارده هنتعلم يعني إيه السوليد برينسبل ويعني إيه اتكونت السوليد برينسبل عامةً بالشكل الحالي اللي إحنا متعودين عليه في الأيام دي، وده أول فيديو هيبقى introduction بسيط عنها وهنعرفك يعني هناخد إيه في الكورس ده. بس قبل ما نبدأ شرح السوليد برينسبل ونقول لك هتاخد إيه في الكورس ده، هاقول لك بس إيه لمحة تاريخية عن أصلًا السوليد برينسبل دي اتطورت على مدار الزمن إزاي والناس اكتشفوها إزاي أو عامةً حطوا المبادئ دي على أساس إيه. ففي واحد اسمه عم مير، تمام، في أواخر التمانينات كده. كان عمل حاجة اسمها كتاب اسمه الopen close principle. ده كان أول كتاب عمله شرح فيه أول مبدأ في الsolid principle وأول حاجة ظهرت في الsolid principle. جه بعد كده uncle بوب، عم بوب ده في الألفينيات كده عمل كتاب إزاي نتجنب المشاكل اللي بتحصل في الكود ونعمل صيانة للكود بشكل كويس. بعد كده جه واحد اسمه مايكل، الأستاذ مايكل ده عمل إيه في الآخر؟ جمّع كل المبادئ دي، حطّها في الكلمة اللي اسمها solid زي ما إحنا متعودين عليها، إن solid دي عبارة عن كل حرف منها عبارة عن مبدأ من المبادئ ال5 بتاعة الsolid principle. طيب الplay list دي بقى بتاعة مين؟ يعني مين ممكن يكون محتاج الplay list دي؟ أي حد يكون شغال في مجال البرمجة متعوّد إن هو يشتغل مع الكود ويتعامل مع الكود وإزاي يبني system كامل وإزاي يتعامل مع class كتير وobjects كتير والكلام ده. فعامةً أنت كده هتحتاج الsolid principle بشكل أو بآخر في الكود بتاعك. بس علشان تتفرّج على الplay list دي لازم تكون عارف الOP عشان بس ما تتعبش معايا وهتكون ظلمت نفسك في حتّة إنّك أنت مش فاهم يعني إيه classes ويعني إيه object والكلام ده. فأنا هاسيب لك link في الdescription، هيكون في playlist أنا كنت عاملها عن الOP شارح فيها كل مبادئ الOP اللي أنت تعرفها، بحيث تكون جاهز إنك تبقى فاهم الOP وتفهم بعد كده الsolid principle بشكل كويس ويكون مريح بالنسبة لك. فتقدر تشوف الlink بتاع الplaylist دي إن شاء الله إيه في الdescription. solid principle بشكل عام إحنا قلنا إن كل حرف فيهم بيتكون من مبدأ أو أساس من أساسيات الsolid principle أو أساس الsystem design بشكل كويس. طيب هي ليه أصلًا عامةً الsolid principle معمولة؟ علشان المشاكل اللي بتخلّيك تخاف تعدّي في حاجة صغيرة بتقِل، علشان برضه الاختبارات إنّك تبني system ما يكونش فيه مشاكل كتير، وعلشان تقدر تضيف مميزات أو features جديدة للكود بتاعك من غير ما الدنيا تبوظ منّك. فبشكل عام ده أهمية الsolid principle في حياتنا أو عامةً في الكود بتاعك، إنّك تقدر تبني كود يكون كويس، تقدر تعدّل عليه، تقدر تضيف عليه من غير أي مشاكل. وهيكون في الcourse ده الأمثلة كلّها هتبقى عبارة عن C# تمام، وجافا. ليه C# وليه جافا؟ عشان دول أكتر 2 لغتين فيهم object oriented programming كويس، اللي هي الOOP اللي أنا قُلتها لك لسه تروح تذاكرها كويس، تكون عارفها كويس الأول عشان تقدر تفهم الsolid principle بشكل يكون أحسن بالنسبة لك، وعشان دول أكتر لغتين ممكن نقدر نقسّم فيهم classes وتفهم فيهم المشكلة بشكل أحسن وأوضح. وعامةً لو وقفت في أي حاجة مشكلة مثلًا وعايز تشوفها بلغة تانية أو أي حاجة، ممكن تبعت مثلًا تقول له أنا عايز الsingle responsibility مثلًا تبعتها لChatGPT يقول لك يدّي لك مثال عليها بأي لغة أنت عايزها، ولكن عامةً أنا هاركّز على الأمثلة على الC# وعلى الJava. طيب هنعمل إيه بقى في الcourse ده؟ هاشرح كل مبدأ فيهم منفصل بحد ذاته بأمثلة ليه من قبل وبعد. يعني هادّي لك المثال قبل ما نطبّق المبدأ ده وبعد ما نطبّق المبدأ ده، وهنورّيك الفرق ما بين المبدأ ده والمبدأ ده، علشان تعرف تميّز ما بينهم وعلشان لو واجهتك مشكلة زيّها أو الكود بتاعك يكون فيه حاجة مشابهة ليها، تقدر تعدّل الكود وتمسح القديم وتعدّل فيه وتضيف وتقسّم الحاجة مضبوط بالنسبة لك. وهنحط الأمثلة زي ما إحنا قُلنا على الC# وعلى الJava، وفي الآخر هنعمل زي capstone project كده، هنحط project صغير كده يكون فيه كل الحاجات بتاعتنا، سواء بقى library system أو order system يكون بسيط كده، بحيث إن إحنا نكون طبّقنا فيه كل الsolid principle وهارفعه لكم إن شاء الله على GitHub وهاسيب لكم الlink في الكومنتات. وفي الدرس الجاي إن شاء الله هنبدأ أول درس عن الsingle responsibility اللي هو أول حرف اللي هو الS، وهنعمل refactor لكود كان موجود أصلًا فيه مشكلة إنه ما بيطبّقش المبدأ ده، وهنعدّل عليه وندّي لكم التعديل الجديد. وهيكون في آخر كل درس PDF كده بسيط، هاكون حاطط لكم برضه الlink الcontent بتاع الcourse كلّه، كاتبه لكم في PDF فيه كل المحتوى اللي أنا هاقوله واللي أنا هاكتبه يعني، عشان تقدر تذاكر حاجة بسرعة. فأنا مش محتاجك تكتب notes ورايا، أنا بس محتاجك تركّز في الفيديو وتعرف أنا عملت إيه وعدّلت إيه، عشان تبقى فاهم الفكرة كويس. عشان هي الموضوع كلّه نظري أكتر ما هو عملي، فعشان تفهم المبدأ كويس وتقدر تطبّق عليه كويس لازم تكون فاهمه عشان تقدر تطبّق عليه كويس. فأنا عايزك تكون معايا بكامل تركيزك عشان توصل لك المعلومة بأسرع وقت. وبس كده، أشوفك في الدرس اللي جاي. سلام.